مساء النور البنات. هاني حبيت نشارك اللي حبت الوصفه تاع التدبيره تاع الكاوكاو، يعني باش ما يخرج لهاش الكو تاع الكاوكاو، يعني باش يتبدل اللون تاعو الى الاحسن. نوري لكم هذه التدبيره اللي راني نخدم بها بالبزاف. هنايا عندي كيلو كاوكاو، هنا كنت خدمته ديجا وخليته ينشف في البابي هذايا، راني درت له بابي باش ينشف. نروحوا لطريقه التحضير. واش ديروا؟ عندي هذه القدره تعمروها بالماء وديروا لها القارص، هاوليكم، وديروا لها 2 مغارف كبار تاع ليكستري تاع القارص. انا استعملت هذا النوعيه تاعو ريحته قويه. ومن بعد ديروها في فوق الفورنو، تخليوها تغلي حوالي 10 دقائق. كي يبدا يغلي الماء تاعكم تنحيو هذايا وديروا هذا الكسكاس وديروا الكيلو تاع الكاوكاو اللي عندكم وتغطيوه، تخليوه 5 دقائق مغطي. من بعد تعاودوا تنحيو الغطاء هذا، تزيدوا تقعدوا تخلطوا الكاوكاو تاعكم حوالي 10 دقائق. يعني هذه الحركه كامل تاكل حوالي 4 ساعة. ومن بعد كي تجوز 4 ساعة هذيك 5 دقائق الاولى تاع ما يكون مغطي الكاوكاو تاعكم، ولا 10 دقائق تقعدوا تخلطوا فيه. ومن بعد كي تكملوا تجوز هذيك 10 دقائق تجيبوا سنيوه وديروا فيها بابي باش يشرب هذاك الماء تاعو كامل، وتفرغوا الكاوكاو تاعكم هنايا كيما شفتوا في المقاطع تاع الفيديو الاخرين. دونك اذا خدمتوا هذا الكاوكاو خدمتوه الصباح تقدروا تخليوه حتى الحشيه ينشف وتقدروا تخدموا به، ولا الا خدمتوه حشيه كيما انا تخليوه يبات. ومن بعد غد من داك واش ديروا؟ تسخنوا الفور تاعكم 180 حتى 200 درجه ولا حتى 220 يسخن مليح، حوالي 10 دقائق يسخن الفور تاعكم. ومن بعد تطفيوه وتشكوا السنيوه تاعكم تقعد نص ساعه، الفور يكون طافي. ومن بعد تخليوه نص ساعه، ومن بعد تجبدوه وترحيوه وديروا له لي زيكستري راكو حابينهم. من الاحسن ديروا ليكستري تاع اللوز، انا عندي هنايا ليكستري تاع اللوز وهذا تاع السيترون. ليكستري تاع اللوز يكون حلوه، انا شريت دوزه ونخدم بها. ديروا غير كميه قليله راح يتبدل كامل الكو تاع الكاوكاو تاعكم. اللي حبت اي وصفه ولا اللي حبت اي تدبيره ما عليها تخلي لي كومونتير، ويعطيكم الصحه.